اليوم خبير الاقتصاد الاجتماعي الدكتور عبد العزيز الروماني نتحدث معه عن انعكاسات قطاع السيارات على مجال التشغيل. ابقوا معنا. للحديث أكثر عن قطاعات السيارات في المغرب نستضيف الدكتور عبد العزيز الروماني الخبير في الاقتصاد الاجتماعي. فطورك، أهلا بك دكتور. أهلا أستاذة ومبروك رمضان الكريم. إذن تحدثنا اليوم عن إقامة مشروع بوجو سيتروان هنا في المغرب. ما هي القيمة الاقتصادية والاستراتيجية لمشروع بهذا الحجم؟ هو في الحقيقة مشروع من هذا الحجم اللي بدا في المغرب وغينطلق بالفعل يعني في 2018 و2019 بالانتاج ديالو. القيمه ديالو موجوده في كل الابعاد، ان في حجمه الحجم ديال الانتاج، ان في القيمه الاستثماريه ديالو اللي هي واحد المبلغ كبير 550 مليون اورو، ان في القيمه التوظيفيه والاندماجيه لانه اختار باش يكون عنده القدره الاندماجيه في حدود 80%، وهي كبير بزاف لانه موجود في منطقه فيها المزودين موجودين، واختار انه يكون يعني يوظف هذه المؤهلات الموجوده في المغرب. ان في الاستقرار اللي كيوجدوا في المغرب كمؤهل كمنطقه جاذبه للاستثمارات، فمن طبيعه الحال حجم كبير. رسائل إيجابية للمستثمرين الآخرين كذلك كثير وخاصة أن بوجو سيتروين ما ناوياش فقط تصنيع ديال السيارات اللي موصلها لواحد الرقم كما قلت ديال 90,000 غير في البداية، وغتوصل حتى ل 200,000، واللي غتوجه نحو التصدير من طبيعة الحال لمناطق محددة، الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومن طبيعة الحال إفريقيا، ماشي بحال لما كانت تلعب 60% في اوروبا، ومن طبيعه الحال كتنهك الان كتوظف السياسه ديالها اللي وضعتها هذه 10 سنين، واللي هي تفوت تبقى باكثر من 50% خارج اوروبا. اذا من هذا الحجم استثمار بهذه القيمه وبهذا التوظيف وبهذه التوجهات وبهذا الاختيار الاستراتيجي اللي في المنطقه وباستفادته من الكفاءات المغربيه من طبيعه الحال، فيبقى ان هذا الحجم مهم جدا، خاصه انها ما غاديش تبقى فقط في تصنيع السيارات، بل غدير سلسله من التوجهات التصنيعيه، وايضا مركز او معهد للتنميه والبحث، وهو مركز مهم جدا واللي يمكن توظف فيه كفاءات اخرى تقدر توصل حتى ل 1500 يد مؤهله وفكر مشغل وموجه وهندسي. اذا الحجم الاستثمار مهم على كل الواجهات، ان على المستوى السياسي، إن على المستوى الاقتصادي، إن على المستوى الاجتماعي والاستراتيجي من طبيعة الحال. طيب لماذا اختارت المغرب بالذات؟ المغرب كل مؤهلات في المرحلة الحالية. المغرب يسابق الزمن بالاتفاقيات، بالرؤية الاستراتيجية ديالو، بالاختيارات ديالو التكوينية والتأهيلية. إلا قلت لك على الجوهرة بأن هذه الدولة الآن بدات كتاخذ الحصيلة ديال الإنتاج ديالها في التكوين المهني، ومن طبيعة الحال يمكن لها تعطي لأي مؤسسة ناس مؤهلين في الهندسة الميكانيكية وفي الهندسة التصنيعية وفي اليد العاملة المؤهلة. إلا قلنا أن 4 المدارس اللي تم الآن توجه ديالهم وتأهيئهم، 2 في طنجة من طرف وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، وواحد في القنيطرة وواحد في الدار البيضاء، وهادو فاش مختصين في صناعة السيارات، يعني التكوين في مجال صناعة السيارات، واللي غادي تسيرهم من طبيعة الحال بالشراكة من طبيعة الحال الفيدرالية ديال المهنيين ديال القطاع، واللي غيوظفوا ويهيئوا يد عاملة قابلة للتشغيل مباشرة. يعني مني كيدخلوا هاد التلاميذ يقراوا هم أصلا من قبل غيتوظفوا وغيتشغلوا في هذه المؤسسات. هذا في المجال التكويني. في المجال البنيوي المنطقة بما فيها القنيطرة في 2018 فاش غتنطلق المشروع ديال بيجو، غتكون القنيطرة الآن هذيك الساعة كتهيأ ميناء ضخم جدا
كيشبه الميناء المتوسطي، فيه عمق جيد بالنسبه للسفن. ايضا المنطقه اللي اختارت يعني بيجو راه هي منطقه مؤهله بالنسبه للمزودين اللي غيزودوها، بالتالي هذا الشيء علاش اختارت الرقم ديال 80% من الاستثمارات ديالها. المغرب ايضا، وهذه نقطه مهمه بزاف، اختار اتفاقيات اللي غتهيئ لرونو باش البيجو عفوا باش تكون يعني تستافد من الاتفاقيات ديال الشراكه، ان بالنسبه للتبادل الحر مع الدول العربيه، ان بالنسبه للمنظومه ديال الدول الافريقيه، الاتفاقيه اللي وقعها المغرب مع المنظومه ديال الدول الافريقيه الغربيه. اذا هذا الشيء كله غيخلي الرواج جيد جدا، وغيخلي شركه بيجو تسترجع الضعف اللي وقع لها في افريقيا اللي وصل ل 25%. ومن طبيعه الحال ما كفاهاش المصنع ديال وهران وما كفاهاش المصنع ديال نيجيريا باش تغطي هذا العجز اللي كان كبير وكان صعيب عليها بزاف. لكن طريق هذه الشركه لنقولها صراحه لم يكن مفروشا بالورود في اوروبا، لها منافسه شرسه. هل بتوجهها الى المغرب تهرب كذلك من هذه الظروف الخانقه؟ المنافسه الشرسه ها هي جا وحده بعضياتهم، يعني كاينه رونو في طنجه حداكم هنا في المنطقه الحره، وكاينه هي في القنيطره. رونو الان كتوصل حتى 400 الف وحده انتاجيه من السيارات وكتصدرها. بيجو اختار 90 الف، ولكن غتمشي ل 200 الف، وغتختار باش دير واحد الشبكه كما قلت تصنيعيه مهمه جدا. بيجو من طبيعه الحال عندها رؤيه استراتيجيه مهمه، خاصه ان كتستافد من الرئيس ديالها اللي كان في رونو قبل، واستافد مؤهلاته ومعرفته للمغرب ومعرفته لمنطقه افريقيا بشكل جيد. كان قد تعهد بان يجعل من رونو رقم واحد وفشل في ذلك. هل يمكن له أن يجعل من سيتروان بيجو رقم واحد اليوم؟ هو رجل له كفاءته من طبيعة الحال طبعا، وله معرفته في المنطقة وعنده خططه، لأن كيعرف أنه في البرازيل والأرجنتين وأمريكا اللاتينية ما استطاعتش بيجو تنهض بنفسها، وجدت صعوبة كبيرة في الهند وفي روسيا. والصين واخا دخلات هيئات دوك السيارات الصغيرين ما عطاوش قوة إنتاجية قوية، مشات لهم إيران من بعد هذيك الحصار اللي وجد الآن الحصار الاقتصادي. إذا هما كيتمنوا ترجع إيران. أحسن منطقة وجدوها قوية جدا من حيث البنية التحتية، من حيث الموانئ، من حيث الاستقلال، من حيث الرؤية الاستراتيجية، من حيث التوجهات، من حيث الاتفاقيات، من حيث الشراكات اللي موجودة الآن، ومن حيث التوجه ديال السياسة ديال الملك محمد السادس اللي كتمشي نحو إفريقيا. وجدوا أنها المغرب الآن، ومن طبيعة الحال هي اللي غتعطيهم هذا التوجه. إذا هو رؤية ذكية من شخص بهذا الحجم وبهذه الكفاءة من طبيعة الحال. طيب المثل الفرنسي يقول أبدا لا يوجد اثنان من غير ثلاثة. هل لنا مستقبل زاهر في السيارات؟ طبعا مستقبل زاهر جدا، لانك الان كنت في واحد المرتبه، والان ابتداء من اليوم يعني هذا النهار اللي كنهضروا عليه انت موجود في مرتبه. بالامس القريب كنتي كتحت المرتبه متاخره في مجال التصنيع وكتعتمد على الفلاحه، الان ولات عندك رؤيه تصنيعيه قويه جدا. الان المغرب مؤهل بمرتبته الثانيه افريقيا، اقول، لان كان الرابع من وراء مصر وتونس وجنوب افريقيا هي الاولى. الان جنوب افريقيا المغرب مباشره ب 112 الف سياره للتصدير. المغرب قوة تصديرية الآن، لأن كان مستورد أكثر ما هو من طبيعة الحال مصدر. الآن يوجه نفسه نحو قوة تصديرية، موارد بشرية هامة ومؤهلة للعمل في هذه المجالات، وموارد أخرى في الطريق لولوج سوق الشغل. كل هذه المؤهلات تقول أن المغرب يسير في طريق سليم من طبيعة الحال في مجال التصنيع. وطبعا هذا الشيء وفاء للاستراتيجية اللي توضعت ديال مجال التصنيع واللوجيستيك. دكتور عبد العزيز الروماني الخبير في الاقتصاد الاجتماعي، شكرا جزيلا لكم على كل هذه التوضيحات. شكرا لكم مشاهدينا على المتابعة، نلقاكم بخير بإذن الله. شكرا.